عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف عملنا البروست او الفرايد تشيكن في البيت مع بعض ازاي بطريقه سهله وناجحه وطعم احلى من بره بمراحل. انا اول الصبح جبت الفرخه حوالي الساعه 9 الصبح ونقعتها ونضفتها كويس قوي وغسلتها وقطعت الفرخه على 10 قطع، وشايفه معايا مستوي جدا والعظمه كانت نفسها مستويه اهو. بصي الدبوس نفسه عامل ازاي. يلا نشوف عملنا ازاي. هنا قطعت الصدر 3 قطع والورك 2. انا معايا فرخه كيلو 600 جرام بالظبط، ما تزوديش عن كده. هنا حطيت ميه سخنه من الكتل، سخنت الكتل وحطيتها في قلب الطبق، وحطيت عليها معلقه جنزبيل صغيره و3 فصوص حبهان فتحتهم بايدي كده، ومعلقه توم باودر وبصل باودر، من كل حاجه معلقه صغيره، ومعلقه فلفل اسود ومعلقه ومعلقه كبيره بابريكا مدخنه، والبهارات بتاعت باب الشام بتاعت الفراخ حلوه قوي مشكله من كل حاجه، تقدري اصلا تكتفي بيها في اي تتبيله. وحطيت البهارات بتاعت باب الشام بتاعت الفراخ معلقه برضو، وحطيت ملح وحطيت شويه سكر وحطيت سنه زعفران صغيره، ولو عندك كركم هيبقى احلى. انا حطيت الزعفران عشان يدي لون كده خفيف، بس ما حطيتش كتير، سنه صغيره قوي. وقلبت كل ده مع بعضه، وانا طبعا غسله الفراخ ونقعها بخل وليمون وميه كويس قوي. وبعد كده رحت نازله في قلب الفراخ في الميه دي، قلبتها كويس، وبعد كده رحت نازله في الفراخ فيها، وسبتها من الساعه 10 الصبح او 9 ونص الصبح لحد الساعه 6 بالليل او 5 ونص بالليل. يستحسن ان انت تسيبيها قبلها بليله، تكون اخدت من طعم التتبيله والفراخ نفسها ايه، لما تيجي تسويها على البوتاجاز تبقى معاكي اللحم مستوي زي ما انت شفتي معايا كده. جربيها وان شاء الله تعجبك. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه، وكومنتك الجميل بيشجعني وبيخليني ايه، عندي اراده ان انا اصور كل يوم. هنا قلبتهم ونزلت بقى بالفراخ، وعملت معاها كولسلو برضو من بدري. كولسلو كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتبقى احلى. عملت الكولسلو، هتشوفي الطريقه معايا دلوقتي بطريقه سهله وبسيطه وطعم والله العظيم احلى من بره. هنا بعمل الكفر الخارجي، حطيت كوبايتين دقيق ونص كوبايه نشا، وقلبتهم وحطيت من كل البهارات اللي انا حطيتها بتاعه الفراخ، بس مش عارفه هي ما جاتش ليه. حطيت من كل حاجه نص معلقه صغيره كده توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وكمون، كل حاجه معلقه صغيره، نص معلقه صغيره. وهنا خدت 3 كوبايات ولا كوبايتين من ميه الفراخ اللي انا نقعها فيها، مش زفره ولا اي حاجه، وحطيت في الدقيق وفي الميه 3 مرات كده، مرتين 3 كده، احط في الدقيق وهز بايدي كده زي ما انت شايفه في الفيديو كده، عشان يطلع معايا نفس الكرمشه بتاعت بره. ما تبططيش بايدك، ايوه تهزيه كده، كل ما تهزيه كده هيطلع معاكي هيديكي نفس النتيجه بتاعت بره بالظبط. بس كده، وسيبته في الفريزر حوالي ربع ساعه، ممكن تشتغلي فيه على طول، بس انا كان معايا وقت يعني. يلا بقى نعمل الكولسلو. هنا معايا جزرايه كبيره ونص كرومبه فرنساوي. الكرومب الفرنساوي هو بتاع الكولسلو. حطيت عليهم كوبايه زبادي ومعلقتين مايونيز وربع و3 معالق سكر. لو ما عندكيش عسل، انا كنتش عندي عسل، حطيت 3 معالق سكر، وحطيت ربع معلقه ملح وكوبايه لبن عايرتها بكوبايه الزبادي وبعد كده ورشه خل، بس كده. وسبتها في التطبيق، وسبتها بتاخد وتدي مع بعضها من الساعه 10 الصبح. كانت حلوه قوي، كل ما بتقعد كل ما بتبقى احلى. بس كده. هنعمل بقى مع بعض، هنحمر البروست او الفرايد تشيكن. هنا حطيت حله وحطيت فيها زيت، بيحب الزيت الغزير. حطيت الزيت، حطيته في زيت سخن. اول ما اخد لون وطيت عليه لمده ربع ساعه، وغطيته بالغطا زي ما انت شايفه كده، وفضلت اقلب فيه على كل جنب شويه، بس ما اقلبش الا لما ياخد لون عشان الكفر الخارجي ما يفكش مني. خدي بالك من الخطوه دي. هنا بعمل رز ريزو، حطيت بصلايه وحطيت فيها معلقه سكر يتكرملوا مع بعض كده، وبعد كده هنزل عليهم بفص ثوم
اهرسه بالهراسه، ههرسه بالهراسه. وبعد كده انا غاسله كوبايتين رز، الرز على حسب الكميه اللي انت بتعمليها. انا عاملاه برز مصري عادي. نزلت عليهم الاول كيو، ونزلت عليهم ولو عندي صويا صوص بحط بالرز، وفضلت اشوح فيهم، وحطيت سنه زعفران. الصويا صوص بيديه طعم رهيب احلى من الكاتشب. حطيت فلفل اسود وكمون وبابريكا، وفضلت اقلب فيه والملح، وسقيته ميه سخنه عادي، وبس كده. وطيت عليه اول ما غلي. والرز المصري بياخد لكل، هنا حطيت توم بودره وبصل بودره، من كل حاجه ربع معلقه. وبس كده. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. اشوفك فيديو جديد، مع السلامه.